انت دلوقتي محتاجة ماسك يرمم حاجز البشرة ويفتح بشرتك ونضارته تبقى فورية في لحظتها. انت عارفة ان في ماسك نضارته بتبان على بشرتك من اول استخدام، ماسك طبيعي وبدون اي مواد كيماوية ومكوناته كلها موجودة عندك في المطبخ. مجرد ما بتطبقيه على بشرتك وبتشيليه بتلاقي فرق رهيب في بشرتك. طيب يا ترى النضارة دي بتفضل مستمرة؟ حسب انتي واهتمامك لبشرتك. الماسك متوقف على انك ترطبي بعديه، وكمان اهتمامك بالسان بلوك واهتمامك بروتين بشرتك. طيب من غير ما نخش في تفاصيل، طب ما تقولي يا ستي. هقول بس احنا متفقين نصلي على سيدنا الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انت هتروحي تجيبي لي معلقه دقيق رز، مش متوفر عندك دقيق رز ممكن تستغني عنه وتستخدمي معلقه نشا، وهتضيفي لي على معلقه زبادي، وضيفي على معلقه الزبادي دي كمان معلقه حلوه من الحليب البودر. عملتي كده خلاص؟ لسه ما خلصناش. عارفه الكركديه؟ هتجيبي لي فنجان صغير من الميه المغليه وتحطي عليه معلقه صغيره من الكركديه وتغطيه شويه، يعني مش اول لما تحطيه تستخدميه، سيبيه لحد ما يبرد يكون عندك في التلاجة. استخدميه في اغلب ماسكاتك لانه فعلا هيفيدك. هتاخدي منه كميه مناسبه لحد ما قوام الماسك يبقى مناسب وفردي على بشرتك. رهيب رهيب رهيب. من اول استخدام هتشوفي فرق رهيب في بشرتك وانت الكسبانه لو جربتيه. بس يا جميله خلصتي معاكي الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبك. يا ريت لو الفيديو عجبك ما تنسينيش لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.